أنا إنسانة أعشق السكين كير، الهير كير، العناية بشكل عام. يعني تخيلوا إن بكلمكم عن براند، أنا أعشق الأشخاص وأصحاب البراندات اللي يشتغلون من الصفر على براندهم ويبلشون مشروعهم من لا شيء، ويصرفون كل الفلوس اللي عندهم علشان يطلعون منتج فعلا زين. عندي لكم براند اسمه سترونج وايتنس. تخيلوا ان صاحبة البراند حتى اشتغلت مع مركز الابحاث الكوري علشان تطلع لكم منتجات آمنة حق الحوامل واللي ترضع. المنتجين اللي بكلمكم عنهم سيف اذا انت كنتي بريجننت او بريست فيدنج. البنت وايد خسرت على الابحاث، وايد اشتغلت على الريسيرش، وحتى مع مركز الابحاث الكوري اشتغلت معاهم علشان تطلع منتجات ومكونات في كل منتج يعطيكم نتيجه. كل شغلها عباره عن توحيد وتفتيح البشره بطريقه جدا امنه حق الكل، وبالذات حق الحوامل واللي ترضع. سترونج وايتنس عباره عن براند يشتغل على البشره في توحيد اللون، بالذات الهالات حوالين العين، الهالات اللي بتكون او الاسمرار اللي يكون حوالين الشفايف على الحنج. اذا عندك مناطق معينه في وجهك تكون اغمج، تشتغل على التوحيد وبنفس الوقت تفتيح، يعني يفتح لك البشره ويوحدها. ووايد عجبني الباج اللي طرشت لي اياها لانها حيل حلوه، سو كيوت. اسم البراند سترونج وايتنس، وفيه كريمين. بس ما قلت لكم المكونات جدا آمنة. عندكم فيلفت سكين الترا بوست، هذا كريم حق البشرة، وعندك الراديانت اي سيرم. الاي سيرم واعتقد منطقة حوالين العين، سواء يعني الناس الوحيدة اللي اشوفها وايد تشتغل على هذه المنطقة اللي تكون اساسا تعاني من هالات او تعب حوالين العين. لكن تدرون ان احنا كلنا من اعمار صغيره لازم نبلش في العنايه حوالين العين، لان فيها تجاعيد، فيها خطوط الخفيفه الرفيعه، فيها هالات، فيها سواد، فيها اسمرار، فيها وايد امور تقدرون تشتغلون عليه. وعلى فكره البراند موفرين لكم المكون البديل الامن عن الريتينول. يعني شفتوا الريتينول وايد صارت عليه ضجه، لكن هم في وايد سايد افكتس ومو اي احد يقدر يستخدمه ومو اي بشره تتحمله. تخيلوا ان سترونج وايتنس اشتغلوا على انه يحطون لكم المكون البديل الامن عن الريتينول. هذا هو الاي كريم. الحلو فيه انه يعطيك كذي تنوير مو طبيعي مع الاستمرار، لازم انت تكملين وتلتزمين في الكريم مال العين. يجيك كذي بتيوب، اوكي، نفس ما قلت لكم انه في البديل الامن للريتينول، اوكي. والحلو انه او شو، خلينا على الشكل. الحلو انه تخيلوا انه حتى يستخدمونه على الوجه اذا كان عندك كذي مناطق تكون غامجه او اغمج من باقي الوجه، وحتى على الشفايف تعطيك توريد وايد حلو. اتس سو نايس واتس خفيف حيل. وحتى البنت سافرت نفسها حق ساوث اوف كوريا وطلعت المكونات اللي هي ما تسبب حساسيه حق البشره. اي واي بارد ينن، احس ودي احطه بالثلاجة. هو اصلا بارد بس احس ودي احطه هم بعد بالثلاجة. خيال. وقاية احطها حوالين الشفايف. وعلى فكرة مسويت لكم كود يعطيكم خصم، تكتبون الكود نفس ما انا كاتبته في الشاشة. بس واو، يعني هذا سيف اوبشن حق اي وحدة تبي اشياء تكون سيف اند كلين براند، وبنفس الوقت كنتي ام وحامل او ترضعين، هذا احلى اوبشن تقدر تستخدمونه حوالين العين. ابين اني برد حيل. واذا احد يتابعني يعاني من الورديه او الشعيرات الدمويه اللي تبين وايد، او بشرتك باهته، ما فيها جلو، ما فيها ترطيب، تحسينها دائما تعبانه، تستخدمين الفلفت سكين الترا بوست. هذا فيه اكسترا بوست يعطيك نضاره وتفتيح وتوحيد حق البشره. هذا حلو حتى حق الشباب، لانه الحين شباب هم بعد صراحه قاعد يقتلون بشرتهم. هذا من الكريمات اللي تقدرون تستخدمونها على الوجه ويعطيكم بوست ترطيب كأنه بشرة مترطبة مرتاحة، يخفف إذا أنتم تعانون من نفس ما قلت لكم الوردية أو الشعيرات الدموية. هذا هو بوريكم، شوفوا يجيكم جل كونسستنسي وايد خفيف، ريحته تجنن، ريحة نظافة. هذا على الوجه يا بنات وعلى الرقبة
وفلفت ابدا مو اويلي، كلش مو اويلي. امبي ترطيبين كنا حاطه. شوفوا الجلو، شوفوا الجلو اللي تحت العين. ممكن امبي لو تشوفون، يعني ودي لو تقدرون تلمسون ملمس ينن تحت العين. ابدا مو اويلي، مو ستيكي، مو لزج ابدا. يوم مش حاطين فيه ريحته تموت، ريحة نظر وايد حلو. بس اهم شيء اصلا يقولون لكم سترونج وايتنس انكم انتم لازم تلتزمون في استخدام المنتجات. وعلى فكره هم اساسا مسوي لكم خصم في الموقع، لكن راح يعطيكم خصم زياده لما تستخدمون الكود مالي. هالمنتجين كل واحد وكل وحده تتابعني لازم تستخدمه، لان العين حوالين العين من اول مناطق تبين فيها الكبر، الايجينج، التجاعيد وكل هالامور. هذا وايد حلو وامن. وحق الناس اللي تبي كويك سكين كير ومو وايد لك الخلق انك تسوين سكين كير طويل، هذين المنتجين يغنونكم عن روتين كامل حوالين العين وحوالين الشفايف والشفايف. وعندكم الالترا بوست اللي هو حق الوجه، ريحته تموت. يعني تستخدمون هالمنتجين وصدق تستمتعون في نتيجة البشرة، لكن أهم شيء الالتزام.